هذا يقول رحم الله الإمام السيوطي إمام الضلالة، إن رحمه الله سبحانه وتعالى فسيرحم كثيرا من الروافض الذين دعوا غير الله، كما أن السيوطي دعا غير الله، استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا رحمه الله سبحانه وتعالى سيرحم كثيرا من الروافض الذين استهزأوا. لا، وين روافض؟ خلينا نقول نصارى مثلا الذين استهزأوا بالقرآن، ولا من الذي يستهزئ بالقرآن غير السيوطي؟ فإن غفر الله للحجاج فلا يضرك أن تزني بأهلك. يعني إن غفر الله للسيوطي وهو يستغيث بغير الله ويستهزئ بالقرآن، فإيش؟ فمن الذي لا يغفر له؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كما رأيتم في الفيديو المعروض متكئ على أريكته يحتسي حاجة صفرة، واضح إن هي اللي أثرت عليه، وذهب يتألى على الله سبحانه وتعالى بأنه عز وجل لن يغفر للسيوطي رحمه الله، وهو يتألى على ربه يقول لو غفر الله للسيوطي للزم الله سبحانه وتعالى أن يغفر للروافض بل للنصارى أيضا. والتألي على الله عز وجل كما سنرى له خطورته الشديدة، لأن هذه من المنهيات أصلا، ومن الأمور التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة، يعني هكذا دون أن يكون هناك تلميح بشيء، لا، صراحة نهى صلى الله عليه وسلم عن مسألة التألي على الله عز وجل، وساق قصصا لأجل هذا الأمر ليعلم الناس خطورته. جزم هذا الكائن بأن الله تعالى لن يغفر للسيوطي، مع أن ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم مرتين في سورة النساء: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فحكم الآن على رجل بالشرك بالكفر، وحكم عليه بأن الله سبحانه وتعالى لن يغفر له، ومعنى هذا أن النار هي مستقره وأنه مخلد فيها كالروافض والنصارى، وأن الله عز وجل لن يغفر له. ثم يدعي زورا: لو غفر الله للحجاج لجاز لك أن تزني بأهل بيتك، رغم أن الحسن البصري مثلا لم يكفر الحجاج، بل عرضت عليه رؤيا معينة، وكان في آخر هذه الرؤيا أن الله قتله، يعني الحجاج، بكل نفس قتلها قتلة، ثم هو ينتظر ما ينتظر الموحدين. ثم بعد ذلك يقول: وإذا غفر الله للسيوطي فمن ذا الذي لا يغفر له؟ منتهى التألي على الله سبحانه وتعالى، والجزم بأن هذا الرجل السيوطي كافر ومشرك، وهكذا دون مواربة يفضح هذا التكفيري نفسه. هذا الألمنجي على ما بنى تكفيره للسيوطي وعلى ما بنى تأليه على ربه سبحانه وتعالى. هي كلمة يعني التألي من الألية، وهي الحلف أو اليمين، فهو كأنه يقسم على الله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل لن يدخل الإمام السيوطي إلى الجنة ولن يغفر الله تبارك وتعالى له. بنى كلامه على أن السيوطي كان يستغيث أو يتوسل برسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أن هذه المسألة فيها تفصيل، وأنا سأحيله على كتاب اسمه اقتضاء الصراط المستقيم، وفقني الله سبحانه وتعالى لتحقيقه، وهو لشيخ الإسلام ابن تيمية، فلتذهب إليه إلى يعني التعامل مع هذا الكتاب، وأن تقرأ هذا الكتاب قراءة جيدة. قد شرفني الله سبحانه وتعالى بتحقيقه لدار البيان العربي. لو قرأت هذا الكتاب ستعرف أنه مسألة التوسل تكلم فيها بعض الصحابة، وتكلم فيها أيضا بعض الفقهاء، وابن تيمية عليه رحمة الله نقل أقوال الفريقين من هنا ومن هنا، ولم يكفر أحدا بأنه يقول بالتوسل مثلا. أما المستند الآخر لتأليه على ربه في أمر الإمام السيوطي عليه رحمة الله هو نسبة كتاب أو مقامة اسمها مقامة النساء، والكتاب جزء صغير اسمه رشف الزلال في السحر الحلال. يقول أن هذا الكتاب هو للإمام السيوطي. أولا، هذا الكتاب الصغير أو هذا الجزء الصغير، هذا الكتاب عبارة عن مقامة. المقامة هذه عبارة عن قصة قصيرة قديما، يعني القصة القصيرة بدءا من الدولة العباسية وما بعدها، يكون فيها شخصية هي شخصية الراوي عن شخصية أخرى شريرة مثلا، أو عن شخصية أخرى طيبة، ثم يبدأ في سرد قصة وقعت لهذا الشخص
يرويها أو يكتبها الكاتب على لسان الراوي الذي يعني هو يبتكره من ذهنه ومن رأسه، يعني فن من فنون النثر عند العرب بدءا من الدولة العباسية. وهذا الكتاب أو هذه المقامة فيما ينسب إلى السيوطي أنها تتحدث عن 21 عالما من علماء الفقه والقراءات والتاريخ واللغة، كل واحد منهم يصف ليلة دخلته بألفاظ فنه وبمصطلحات علمه. طبعا داخل هذا الكتاب هناك أمور كثيرة للأسف الشديد أنها أمور يعني محرجة للغاية. حتى الذين قالوا أن هذا الكتاب للسيوطي قالوا أنه استخدم ألفاظ المواربة، وقالوا أنه إنما كان يرغب الناس في النكاح، لكن ثبت العرش ثم انقش بعد ذلك. فما الذي حدث؟ الذي حدث أنه هذا الشخص يقول أنه ثبت نسبة هذه المقامة وهذا الكتاب للسيوطي، وطبعا بيتحدث أنه هو أول واحد كشف هذا الأمر كما سترون داخل الفيديو، رغم أنه في سؤال عرض سنة 2012 في موقع الإسلام، سؤال وجواب للمجدد بلفظك أنت الشيخ المنجد، وكذلك أيضا يكون 2006-2016 ابن عقيل الظاهري رد على هذا الأمر. ولكن قبل هذا وقبل ذاك اسمع إلى هذا الفيديو. نرى أيضا نقلا آخر عن أبي عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري، وفيه كلام عن هذا الكتاب أو هذه المقامة التي نسبت إلى السيوطي. فقال: نفثات إبليس على لسان أبي إدريس. فقال في حمى نشر الكتب الماجنة: أعيد طبع كتاب رشف الزلال من السحر الحلال. وكل هذه الكتب التي صدرت حديثا وكلها دون تحقيق، لأن غرض ناشريها وغرض من ادعوا أنه محققوها بغض النظر عن أهداف المؤلفين إنما هو تشكيك المسلم في دينه وتاريخه وتراثه، حتى يشعر بأن هذا المجون السافر من معطيات السيرة العلمية لعلماء الإسلام. طبعا هذا الكلام أنا أكدته لك حينما عرضت لكتاب الشبق المحرم، وأيضا سأؤكد لك هذا الكلام حينما ترى أن كل من طبع هذا الكتاب اللي هو كتاب رشف الزلال إنما هي دور تطعن في الإسلام، وجميع المواقع التي تتحدث عن الإلحاد والطعن في الإسلام وتتكلم عن ثقافة جنسية داخل الإسلام، وأن الإسلام ما هو إلا يعني بهذه الكيفية. وأما هذا الكتاب فهو منسوب للسيوطي في كتاب الفهارس، على أن الإنسان لا يثق بما نسب إلى السيوطي من كتب لم يذكرها هو في أسماء مؤلفاته. طبعا أنا سأرد عليك الآن لأقول لك إنه السيوطي يعني نحل عليه هذا الكتاب وزج به في مؤلفاته. وقد رأينا كتاب الكنز المدفون والفلك المشحون طبع منسوبا إليه وهو ليونس المالكي، على أن الاقتداء بالسيوطي في كتب عديدة صحت عنه وهي كذا كذا، ولهذا لا يمثل كتابه رشف الزلال من السحر الحلال سيرة عملية لمن يقتدى بهم في الدين، بل هذا مما يجرح به. فيكون السيوطي حال وضع هذا الكتاب، يعني ساعة ما وضع هذا الكتاب، لا بالنسبة إلى خاتمته التي لا يعلمها إلا الله تعالى. يعني سبحان الله، يعني شوف الرجل حتى وضع ولو بنسبة 1 في المليون أن يكون رجل كتب هذا الكتاب ولكنه استحيا أن يحكم عليه بجنة أو نار، أو أن الله غفر له أو أن الله لم يغفر له، كما قال الألمنجي. قال: يكون من الصنف الثالث الناجي بإذن الله، كما في قوله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. ثم تحدث عن الصنف الثالث الأدنى رتبة، وهذا الكتاب القبيح جعله مؤلفه، والرجل يشك أنه يكون للسيوطي، على منهج المقامات، وجعله على لسان أبي البدر النفيس ابن أبي إدريس، وهو شخصية وهمية، فأتى بما هو أقبح من ذلك. لأن يعني لما رتب هذا الكتاب رتب على وصف الفعل واللذة المتوهمة من صاحب كل فن علمي جامع زوجته، فذكر المقرئ والمفسر والمحدث والفقيه إلى آخره،
وأقبح ما في ذلك استعماله مصطلحات علوم القرآن الكريم في هذه القاذورات. فهو يقول عن المقرئ ثم استوينا على العرش، إلى طبعا يعني الكلام الذي لا أريد أن أتحدث عنه بأي شكل من الأشكال يعني. ولكن طبعا هذا الكتاب ليس صحيحا من قريب أو من بعيد كما قال الرجل عليه رحمة الله. ويعني تكلم أيضا عن كلام في هذا الكتاب وأشياء كثيرة، ولكن الشيخ في النهاية يعني قال إن هذا الكتاب حتى جاء أبتر بلا بسملة ولا حمد له، وذلك هو اللائق به. ومن العجيب قول هذا الناشر: وبعد فإننا نرجو بعملنا أن نقدم للمكتبة العربية مؤلفا نفسيا كذا والصواب نفيسا للعلامة السيوطي، إن كان يثير حفيظة المتزمتين فإنه لا شك سيرضي الفكر والأدب ويسترعي انتباه الباحثين بما يتضمنه من ملاحظات اجتماعية وما يحويه من ثروة لغوية ومصطلحات علمية وفنية. طبعا يعني الرجل عقب فقال: إذا كان التألم مما حرمه الله من الاستهانة بدين الله تزمتا فلن يبقى للدين الصحيح حقيقة والله المستعان. يعني حتى الرجل قال إن هذا الكتاب لا تصح نسبته، وأن من طبعوه للطعن في الإسلام لا أكثر. هذه فقط البداية. يعني أنا أتساءل الآن كيف أثبت كتابا لصاحبه؟ أولا أن آتي بجميع النسخ الخطية اللي هي المخطوطات وأقارنها ببعضها البعض وأرى هل هناك أي اختلاف بينها أم لا يوجد أي اختلاف. وطبعا النسخ كلها، لأن نسخة واحدة لا تكفي إلا إذا اقترنت بأشياء أخرى، لأن في علم اسمه علم التحقيق اللي هو تحقيق النصوص وتحقيق المخطوطات. أن نذكر في هذا التحقيق أن المؤلف حينما ألف هذا الكتاب هناك من شهد له بهذا، وده حيكون موجود في كتب الطبقات وفي كتب التراجم. كتب الطبقات والتراجم التي تعني بذكر أهل الطبقة الواحدة، هم مجموعة من الناس اشتركوا في شيخ أو في زمن واحد. والتراجم الناس اللي بتترجم مثلا في كتبها زي مثلا سير أعلام النبلاء، هذه تعتبر من كتب التراجم. فهؤلاء يذكرون أن الكتاب لصاحبه ومؤلفه، ثم أن ترى المؤلف بنفسه يحيلك على هذا الكتاب في مؤلفات أخرى. يعني مثلا الإمام ابن القيم الجوزي عليه رحمة الله تبع من الموقعين، هذا الكتاب أشار إليه في غثة اللهفان، أشار إليه أيضا في كتاب آخر اللي هو كتاب الفوائد، وأشار أيضا إليه تقريبا في كتاب الفروسية، وكذلك أيضا في التبيان. أشار إلى هذا الكتاب أكثر من مرة فثبت أن الكتاب له. ثم أن يسمي المؤلف في طيات الكتاب مشايخه، يعني مثلا ابن القيم يقول وقال شيخنا ابن تيمية ثم يسوق كلاما له. تمام. ابن حجر مثلا يذكر شيوخه في كتاب ما، فإذا ذكر شيوخه ونحن نعلم أنهم شيوخه حدث أننا تأكدنا بالنسبة هذا الكتاب إلى ابن حجر أن يكون هناك عدة مباحث وآراء ذكرها المؤلف في كتب أخرى فيعود فيذكرها في نفس الكتاب. زي مثلا ابن القيم هتلاقيه ذكر أكثر من مبحث في الداء والدواء، وكذلك أيضا في روضة المحبين هتلاقي كمان في غث اللهفان. الثلاثة دول ذكر فيهم عدة مباحث وعدة آراء، وأعاد كتابة ما كتبه هنا وما كتبه هناك. أو أن ينتشر الكتاب بأن مؤلفه حدث الناس به فبدأوا يأخذون عنه ويكتبونه، زي ما حصل مثلا في صحيح البخاري. وكذلك أن تتأكد أن المؤلف لا يكون من الصنف الذي تنحل عليه كتب كثيرة. زي مين مثلا؟ زي أبو حامد الغزالي عليه رحمة الله المتوفى 505 هجري، نحلت عليه كتب كثيرة. عندنا في مصر كتاب مشهور اسمه مكاشفة القلوب المقرب إلى حضرة علام الغيوب. هذا الكتاب كل من يطبعه ينسب الإمام الغزالي. وجدت في الكتاب في يوم عاشوراء أنه استشهد بابن القيم. طب ابن القيم متوفى 751 هجرية والغزالي متوفى 505 هجرية، يعني بينهم وبين بعض أكثر من 2.5 قرن من الزمان. فكيف يتسنى لهذا أن ينقل عن هذا؟ فهل ذهب ابن القيم إلى الغزالي قبل أن يولد، ولا ذهب الغزالي بعد وفاته إلى ابن القيم؟ فهنا نفهم أن هذا الكتاب
ليس من خط بنان الغزالي. كذلك أيضا واحد زي الشعراني اختلف عليه في نسبة عدة كتب إليه، وقيل أن هذه الكتب ليست له. أنا مالي الآن يعني أي شأن بمسألة اتجاهه وتصوفه، لكن أنا أقول الحقيقة أن هذا الرجل نحلت عليه كتب وثبت إليه كتب أخرى. فماذا فعل السليمان ليثبت هذا الكتاب للإمام السيوطي؟ أولا، السيوطي ليس معصوما وعنده أخطاء وعنده تساهل في تصحيح بعض الأحاديث، وكذلك أيضا مسألة برضو الأسماء والصفات، هو الرجل لم يكن فيها على الجادة كما يرجى. طيب، لكن الحقيقة يعني أنا حينما حققت له الدر المنثور وحققت له تاريخ الخلفاء، ويمكن يحضر معي الآن كتاب اللي هو الإتقان في علوم القرآن، يعني الرجل كان حقيقة يعني يؤلمني جدا في التحقيق، نظرا لأنه موسوعي بشكل كبير، هو الشوكاني الاثنين، ويأتون بكل الآثار وينسبونها، يعني كل كلمة منسوبة إلى صاحبها. ولذلك أقول لك إنه من الصعب إن السيوطي تسقطه، وده شأن السليمان، يريد إسقاط العلماء الموسوعيين الذين كتبوا في كل شيء. التحقيق علم، ولأن السليمان الألمنجي الحدادي فقير في هذا الأمر، وليس له علم بالتحقيق من قريب أو من بعيد، ولم يعمل في تحقيق ربع مخطوطة حتى، لا يعرف مشاكل التحقيق ومشاكل نسبة الكتب إلى أصحابها، بل هو يورد أي شبهة بسيطة ويستمسك بها حتى يثبت صحة كلامه. وهذه حال المبتدعة جميعا، يعتقدون ثم يستدلون. تخيل أن الذي يقول بإثبات نسبة هذا الكتاب للسيوطي، اسمع إليه ما هي لغته العربية وكيف يتكلم. نسب للسيوطي ما ليس له، ونحل كتبا كثيرة، وبخاصة في موضوع الكتب الجامعة لعدة فنون وكتب الأدب والنوادر، سيما ما يتعلق منها بالباب، لعلها بالباب سيما ما يتعلق منها بالباب، لعلها بالباب الذي لم يؤلف فيه السيوطي سوى 3 مصنفات مذكورة في هذا الفهرست. إذن الآن يقول إن هناك كتب لا تصح عن السيوطي، ولم يؤلف السيوطي في هذا الباب تخيل، هذا هو المستوى، هذا مستوى علمي. الجاهل يسأل وعليه لا يستحي، عادي، بس مو يصير علامة الأمة، يصير إمام في الجرح والتعديل ويجرح الناس ويعدل ويتكلم في هذه المسائل ويعمل برامج. يعني أنت بالزيادة عليك واعظ. يعني أنت أمي لا تستطيع القراءة والكتابة، وتقوم بنسبة كتاب للرجل وتقول إنه الباه، كلمة الباه يعني الجماع، ربما كانت كذا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ده غير الأخطاء اللغوية والأخطاء الإملائية، ده غير جهلك بالقرآن الكريم، كل هذا أنت جاهل فيه. فلنذهب الآن إلى المبلط. ترون في آخرها تمت المقامة المسماة برشف الزلال من السحر الحلال للجلال السيوطي. قال الكاتب رحمه الله: كتبها من خط مؤلفها العبد الفقير إلى الله تعالى إبراهيم بن المبلط الشافعي. إبراهيم بن المبلط نسخ الكتاب من خط مؤلفه السيوطي يقولون، وهذا بكل بساطة فيه رد على من يقول إن السيوطي غسل هذا الكتاب. السؤال الأول: هل تعرف من هو اللي هو إبراهيم بن المبلط هذا؟ أنت لا تعرفه من قريب أو من بعيد. توثيقه إيه؟ هل هو رجل على الجادة؟ أنت تنقل عن مجهول. والنساخ بالذات عندهم مشاكل كثيرة، قيل عنهم المساخ في بعض الكلام. لماذا؟ لأن بعضهم كان يريد أن يشتري الناس الكتاب، فماذا يفعل؟ يقوم بالآتي: يقوم بدس بعض الكتب على أناس، يكتب أسماءهم في أول المخطوطة. لأنه خد بالك، النسخ الخطية التي ستأتي بها لابد أن يكون فيها الآتي: لابد أن ترى العنوان والبداية والخاتمة
وفي وسط الكتاب. يعني وسط الكتاب يقول لك قال الإمام السيوطي كذا، قال الجلال السيوطي كذا، لكن ده ما بيحصلش. اللي بيحصل في الأول وفي الآخر إنك أنت رحت جبت الخاتمة فقط. وهل قارنت هذه المخطوطة بنسخ خطية أخرى؟ لم يحدث. أنت كل اللي وجدته الكلمتين دول، يلا اطلع قولهم على طول. فهل إن واحد نسب المخطوطة إلى السيوطي تصح نسبتها إليه؟ مستحيل طبعا. هذا لا يقدم دليلا أبدا أبدا، خاصة إذا علمنا أن السيوطي توفي 911 والمخطوط نسخ بعد وفاته ب65 سنة كاملة. ماشي؟ ويقول هذا خط السيوطي، يعني سنة 976، وآدي الصورة اللي تثبت هذا. إذا أنت لا دليل عندك، لكن يشغب علينا السليمان ويقول خذوا دليلا آخر. المحرم أيضا يتكلم فيه في الصفحة 240 جنسانية السيوطي في المعجم الشبقي. الصفحة التالية يذكر أسماء كتبه المتعلقة في الباب هذا، وقال منها رشف الزلال من السحر الحلال أو مقامة النساء وهي مثار موضوعنا هذا. ثم جمع لك المصطلحات الدينية كيف استخدمها السيوطي في هذا الكتاب. من ذلك يعني هنا مثلا يقول المقتبس دينيا ثم استوى على العرش، آية قرآنية كيف اقتبسها السيوطي، ثم استوينا على العرش وجلسنا على الفرش، وذكر جدولا طويلا في هذا صفحات. العجيب أنه في آخر يعني أو في بعض كلامه هنا في الصفحة 240 والله العظيم هذه فضيحة لك، ولا أدري كيف سكت عنها حتى هذه اللحظة. الشبق المحرم هذا لكاتب، هذا الكاتب كاتب يساري، وكاتب عنده قومية كردية، وكاتب عنده عنصرية، وغير هذا كان يميل إلى الشيوعية. والدار التي طبعت هذا الكتاب هي دار يسارية شيوعية، ودار لا تطبع إلا الكتب التي فيها اتهام للإسلام. يعني لم تطبع إلا كتابا أو كتابين إسلاميين ومختصر، يعني ما كان يصلح عندهم فقط ليبيع فقط. ولكن الحقيقة أن الدار لا تطبع إلا كتبا طافحة بالاتهامات للإسلام. وهذا المؤلف نفسه كل الكلام الذي كتبه يطفح بالعبارات الجنسية ويطفح بالجنس. فهذه فضيحة لك، هذه فضيحة لك. ويكيبيديا يتحدث عن إبراهيم محمود مؤلف كتاب الشبق الحرام. هو كاتب سوري ولد في قرية خربة عنز بريف القامشلي عام 1965. حصل على إجازة في الفلسفة من جامعة دمشق وهكذا. وطبعا أنه كان يكتب في كبرات المجلات والصحف العربية والدوريات الثقافية المختلفة، ونشر أكثر من 40 كتابا في حقول النقدية وكذا وكذا. لكن شوف، وفيما يخص الجسد، تعال بقى نشوف ماذا فعل هذا الشخص. مؤلفاته: أئمة وسحرة، البحث عن مسيلمة الكذاب وعبد الله بن سبأ في التاريخ، رياض الرئيس الذي طبعه له، أحدهم يتغزل بزوجته، دياثة، أرواح اليوم الثامن، أطفال التحليل النفسي، ثم أقنعة مش عارف إيه، أن نلبس سروالا قصيرا، نصوص ما فوق الركبة. ثم بعد ذلك هناك كتب تتحدث عن النسوية، الأنثى المهدورة. ثم اسمع يا سيدي، الإسلام مدخل جنسي، الله أكبر، الجسد المخلوع بين هز البطن وهز البدن، الجسد أبق. ثم بعد ذلك الجنس في القرآن. كل ده شركة رياض الرئيس اللي هي دار أصلا كانت في بيروت ولها يعني فرع في لندن. شوف بعد كده الحنين إلى الاستعمار، ثم الكتابة عن الأكراد، ثم كتاب الشبق المحرم الذي يحاول أن يدس فيه السم داخل العسل، ويحاول أن يثبت للمسلمين أن دينهم إنما هو دين جنسي. ده غير كتاب الضلع الأعوج، ده غير كتاب الفتنة المقدسة والذي تحدث فيه عن فتنة كبرى، ثم تكلم عن الأكراد مرة أخرى، المتعة المحظورة، الشذوذ الجنسي في تاريخ العرب، حتى تعلم ومين الذي نشر شركة رياض الرئيس.
وهذا كله يعني يقول لنا كلمة واحدة، أن هذا الشخص لا يهمه نسبة الكتاب حقيقة إلى السيوطي، ولكن يهمه الطعن في الإسلام والقول بأن الإسلام جنسي، لأنه شخص يساري في الأصل، وشخص يتحدث دائما وأبدا عن الماركسية وعن اليسار وعن الجنس، يعني حتى الأفاستا، ومعروف الأفاستا يعني كتاب ما يعلم به إلا ربنا سبحانه وتعالى، وأنتم تعلمون هذا الكلام، وإنما أجسادنا. شوف يعني كل هذه الكتب كلها إما أن تتحدث عن عنصرية الأكراد، وإما أن تتحدث عن الجنس وعن الطعن في الإسلام، وأيضا عن الفكر اليساري أو الفكر الماركسي، ولا تتحدث عن الدين بشيء من الخير أبدا، وإنما تتحدث دائما وأبدا عن الشر وعن الطعن في الإسلام وعن الطعن في دين الله. ثم يأتي هذا الشخص ليستشهد بهذا الكلام. الجوائز التي حصل عليها غير موجودة، لكن أنا أحيلك الآن إلى هذه يعني المراجع التي فيها هذه الترجمة. دار رياض الرئيس للكتب والنشر، وهذه الدار التي نشرت كتاب الشبق المحرم. حضرتك كبر لنا كده هذه الصورة اللي هو الشعار، ستجده شيعيا. بعد قليل انظر إلى معظم الكتب التي يعني طبعتها هذه الدار. يعني مثلا انظر إلى هذه الصورة العارية، أنا آسف طبعا، لكن أنا يعني أحب أن أريك يعني ماذا يقول هؤلاء وماذا يطبع هؤلاء. وكذلك أيضا انظر فضل الربيعي، ومعروف من فضل الربيعي بنو إسرائيل لم يخرجوا من مصر، تمام، وهنا كلام عن اليمن وأنبياء التوراة، وهنا الطيب صالح ومعروف وهو سوداني، معروف رواياته وما فيها من شبقية كبيرة وما فيها من شبقية عظيمة. إذا حضرتك يعني الآن ترجع لترى في البحث أيضا الآتي، سترى في البحث على الفيسبوك، انظر ماذا سترى الآن. شوف يعني أحب أن أريك دولة حزب الله لبنان مجتمعا إسلاميا كما ترون، ثم بعد ذلك سترى ماذا يحدث زمن اليسار الجديد، يعني كلام عن الشيوعية وكلام عن اليسار وكلام عن أشياء ما يعلم بها إلا ربنا سبحانه وتعالى، غير الطباعة لنصارى وغير هذه الكتب، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وانظر أيضا ماذا يطبعون، انظر أيضا إلى هذه الكتب التي تتحدث عن عنصرية شديدة، وانظر أيضا إلى كتاب عن المطربة فيروز. فهذه هي الدار التي طبعت كتاب الشبق المحرم لإبراهيم محمود، وهذه يعني ليست الدار الوحيدة، بل هناك دار اسمها دار رؤية، معروفة دار رؤية أنها تطبع الكتب التي تهاجم الإسلام والتي تحارب الإسلام. ثم يأتي الألمانجي ليستشهد بهذه الدور على أن السيوطي صاحب كتاب السحر الحلال. إذا تستدل بساقط عدالة ومؤلف تطبع له دور تدعو للإلحاد وتهاجم الإسلام لمجرد إثبات الكتاب للسيوطي، يعني تتبع هؤلاء حتى تصحح رأيك. الحقد تملكك حتى هذه الدرجة، وقعت في هذا الدرك من الحقد والحسد على الرجل. يعني هذا الكتاب يستخدمه الحوار المتمدن ورصيف 21 ومواقع التلاحدة لإثبات شبقية الإسلام وإن الإسلام دين جنسي، وانت وراهم عمال تكرر، أنت لا تدرك ماذا تقول. ولو أنك قرأت هذه الكتب لعلمت أنهم اتخذوها تكئة للهجوم على الإسلام، علشان كده أنت عايز تكفر السيوطي وبس. لكن أنت لا يمكن أن تكون طالب علم، وأتحداك لو كنت قرأت أي كتاب من هذه الكتب. هذا هو السليمان، تدليس، افتراء، كذب، إرضاء للتلاحدة فقط. هذا طبعا كتاب سمير الدروبي، أو كتاب شرح مقامات جلال الدين السيوطي، تحقيق سمير الدروبي. قال فيه: ولعل إكثار السيوطي من التوجيه بمصطلحات العلوم يعود إلى استظهاره لكثير من المتون وسعة معجمه من الألفاظ الاصطلاحية، فهو يتكلم عن لسان المقرئ والمفسر والمحدث والفقيه والأصولي إلى آخره والصوفي، فيتكلم بماذا؟ يتكلم على لسانه. يصف لك الكتاب هذا رشف الزلال
قال: ويلاحظ أن السيوطي حينما أنطق هؤلاء العلماء وغيرهم بمصطلحات فنونهم كان طويل النفس، وخاصة في مقامة رشف الزلال. إذن هو يأتي إلى هؤلاء، إلى المفسر والمحدث، وينطقهم بمصطلحات فنه فيما يتعلق بالجنس، فهو يثبت هذا الكتاب له ويشرح لك. هذه فضيحة أخرى لك. كيف؟ أنت اقتطعت الكلام. أنت دلوقتي قلت إنه الدروبي أثبت هذا الكتاب وأعجب. في 2012 موقع الإسلام سؤال وجواب أتاه سؤال فيه كلام عن هذا الكتاب، فلننظر في 2012 ماذا قال الشيخ المنجد في موقع الإسلام سؤال وجواب. يلا نشوف. تجب الأستاذ سمير الدروبي، وهو يعني أستاذ دكتور في جامعة مؤتة في الأردن في قسم اللغة العربية. رجل ألمح إلى أنه ممكن كتاب رشف الزلال أو مقامة رشف الزلال من السحر الحلال هذه قد تنسب إلى الإمام السيوطي عليه رحمة الله. ثم بعد ذلك تكلم عن حسن نية الإمام السيوطي إذا كان قد كتب هذا، ولكنه عاد فقال في النهاية: شوف، وبناء على ما تقدم وعلى ما عرف من التزام السيوطي بأن لا يكتب شيئا يسأل عنه في الآخرة، كما في كتابه حسن المحاضرة الجزء الأول في الصفحة 20 بعد 300، فإنني أميل إلى أن جل ما نسب إليه من كتب في موضوع الباه يعني الجماع، يا حمادة يا سليمان يا المنجي، أنت لم تستطع أن تقرأ هذه الكلمة وسوف أوردها لك بعد قليل، بل إنك قلت لعله قصد كذا، لأنك فقير في اللغة العربية، أفقر من أعجمي. قال: غير صحيح النسبة إليه، بل هو دعي في أدبه وعلمه، ولعله مما نحله إياه النساخ الذين يريدون رواجا لمثل هذا الطراز من الكتب، أو مما دسه عليه خصومه وأعداؤه اللد. ولذلك فإن ما عزي إليه يعني وذكر الكتاب اللي هو مباسم والإيضاح وكذا وكذا يعد دخيلا على الرجل، وهو مما عمله غيره باسمه وألحق به زورا. ثم انتهى من بحث بعنوان السيوط ورسالته فهرس مؤلفات علوم اللغة والنحو والبلاغة والأدب والتاريخ في الصفحة 48 والصفحة 49. إذن حتى الرجل هنا يعني عاد بعدما تكلم عن هذه الرسالة فقال إن هذه الرسالة يعني مثلها مثل بقية الكتب التي كتبت في الجماع والجنس لا تثبت للإمام السيوطي. كل هذا أنت اقتطعته من كلام الدروبي كل اللي عمله إن هو أعجب بالبلاغة المذكورة في الرسالة، إعجاب باللفظ وليس بالموضوع من قريب أو من بعيد، كما فعل من طبع نهج البلاغة. هم مع ثقتهم أن هذا الكتاب لا يثبت لسيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال: ولكن على مستوى اللغة نستفيد ببعض الألفاظ التي وردت فيه، دون أن نؤمن بأن هذا الكتاب منسوب لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، طبعا مع اعتراضي على هذا جملة وتفصيلا. لكن الرجل في النهاية لم تسترح نفسه ولم يسترح ضميره لأن يكون هذا الكتاب كتابا للسيوطي، واستدل من كلام السيوطي في حسن المحاضرة على أن هذا الكتاب ليس للسيوطي. وده بقى الناس اللي بتشتغل في التحقيق صح، الناس اللي بتعرف تحقيق المخطوطات، والناس اللي بتعرف كيف تثبت الكتابة للمؤلف. لكن لا زال السليمان يلاعبنا، فانظر إليه ماذا يقول عن أسامي الكتب والفنون للحاج خليفة. قال في الصفحة 904: رشف الزلال من السحر الحلال لجلال الدين السيوطي المتوفى عام 911. قال: من مقاماته وهي في 21 عالما تزوج كل منهم ووصف كل ليلته موريا بألفاظ فنه. هذا الكتاب اسمه في الإسلام الثقافي. يقول جلال الدين السيوطي العالم والمفسر مؤلف رشف الزلال من السحر الحلال. هذا كتاب شرح الشاطبية للسيوطي. يقول المحقق العرباوي في الصفحة 87: ومقامة تسمى رشف الزلال من السحر الحلال. وذكر أن يعني تبرير أن السيوطي جعلها ترغيبا للناس بالزواج. هنا أيضا كتاب المنح الإلهية في ترتيب أحاديث الجامع الصغير على الأبواب الفقهية. ذكر مؤلفات السيوطي وذكر منها رشف الزلال ويعرف بمقامة النساء. هذا كتاب
جلال الدين السيوطي عصره وحياته وآثاره وجهوده في الدرس اللغوي لطاهر سليمان حمودة، قال فيه على أنه يعني السيوطي تطرق في مقاماته إلى موضوعات فيها شيء من المجون والأدب المكشوف، فمن مقاماته رشف الزلال من السحر الحلال، وتسمى مقامة النساء، وقد تحدث فيها بلسان 20 عالما يصف كل منهم ما جرى بينه وبين عروسه ليلة دخوله بها، موريا باصطلاحات علمه وفنه، وبالمقامة تعبير مكشوف وميل إلى المجون، برغم أنه بدأها بمقدمة السحث على الزواج إلى آخر ما قال. على فكرة هؤلاء من الذي قال لهم كلامكم غلط والسيوطي غسله كذا؟ من؟ إلا بعد أن كشفنا للناس ما فيها فانتهض الذين يدافعون عن الأشخاص أكثر من دفاعهم عن دين الله سبحانه وتعالى، فصاروا يأتون بأشياء عجيبة تضحك الثكلى والله، وهم بأنفسهم ينسبون للنووي مخطوطا فيه أن النووي تاب من. يعتمد هنا على كشف الظنون الذي استدرك فيه على حاجي خليفة، هو بيقول الحاج خليفة ولا الحاج خليفة، هو حاجي خليفة، كتاب كشف الظنون. فهذا الكتاب استدرك عليه، وسوف آتيك بأنهم استدركوا عليه في مؤلفات السيوطي. حلو الكلام. وبعد كده بيستشهد بمحققين مجهولين لكتابين، سواء كان شرح الشاطبية أو المنح الإلهية. محققان مجهولان، اثنان نقل دون أن ينسب من أين النقل، ولم يثبت لا بمخطوط ولا بدليل ولا بقرينة، بس بلا تثبت. وانت بتنقل يلا أي زبالة أي قمامة ما تجده أمامك تريد أن تستدل به فقط. ويقول لم تتحركوا ولم يتحرك المدجنة إلا حينما تكلمنا. كاذب. من 2006 و2016 و2012 كان الكلام على هذا الكتاب، ولأن هذا الكتاب أصلا لا يثبت للسيوطي، وأنت تريد تكفير السيوطي بأي شبهة جئت به وشغبت. فأنت عايز تثبت أنك أنت صاحب يعني الابتكارات، وإنك أنت الذي اكتشفت ما لم يكتشفه الأوائل، وجئت بما لم يأتي به أحد. وإني لأغمض عيني ثم أفتحها فلا أرى أحدا ولا أرى شيئا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حاجة غريبة جدا يعني. وطبعا هنا يشير إنه ظهرت مخطوطة للنووي. أين كانت؟ ما هو لأنك جاهل بعلم التحقيق، وجاهل أيضا بمسألة المخطوطات. هناك مخطوطات موجودة في لايدن، هناك مخطوطات في الإسكوريال، هناك مخطوطات في تركيا، هناك مخطوطات في هولندا. هذه المخطوطات ربما لم تطبع حتى هذه اللحظة. وهناك مفقودات في بعض الكتب المطبوعة، زي مثلا كتاب الإبانة لابن بطة في جزء مفقود، زي مثلا كتاب مناهل العرفان في أجزاء مفقودة، زي مثلا في رسالة اسمها الرسالة العسلية مفقودة للجاحظ. وهذه كلها الناس يبحثون حتى يجد أحدهم هذا ثم يطبعه، حتى ولو بعد 100 سنة من الآن. إيه المشكلة؟ لكن هي المشكلة عندك أنت عايز تدخل النووي في جملة مفيدة، عايز تقول إن النووي هو اللي عمل كل حاجة غلط في الدنيا. هذا كله ينم عن جهلك ثم عن حقدك على هؤلاء. وإليك هذا الذي ينسف كل قول أنت قلته. فوائد منتقاه من الرسالة التي تكلم عنها محمد السليمان للأستاذ سمير الدروبي. الأستاذ سمير الدروبي حينما تكلم في هذه المسألة، انظر إليه ماذا يقول الآن. شوف، الذي عقب وعلق على هذا الأمر وعلق على فهرست مؤلفات الإمام السيوطي عليه رحمة الله، بالله عليك تنظر فترى الآتي. شوف، يقول أنه يعني تكلم من تكلم في هذا الأمر فقال: من الأمثلة على أخطاء الباحثين في تصنيف موضوعات مؤلفاته ما ذكره حاج خليفة في كشف الظنون، وهو أن الصواعق على النواعق من مقامات السيوطي. ده مين؟ ده اللي هو حاج خليفة اللي هو استشهد به. ولكن فهرست مؤلفاتي لا يذكر الكتاب المذكور على أنه مقامة. وسلك جميل بك العظم في كتابه عقود الجوهر في تراجم من لهم 50 تصنيفا ف100 فأكثر كتاب طوق الحمامة في عداد مقاماته، ولكن الأمر مخالف لما ورد في فهرست مؤلفاتي الذي لا يدرج هذا الكتاب في جملة مقاماته. شوف، وألحق أحمد الشرقاوي إقبال في مكتبة الجلال السيوطي رسالته منهل اللطائف في الكنافة والقطائف
بمقاماته، وهي إشارة غير صحيحة وفقا لما هو ثابت في فهرست مؤلفاتي. شوف: وأما الخازندار فلديه خلط هائل في موضوعات كتب السيوطي، فقد جعل رسالته تعريف الأعجم بحروف المعجم ضمن الكتب المتعلقة بالقرآن وعلومه في كتابه دليل مخطوطات السيوطي، مع أنها وفقا لرسالة فهرست مؤلفاتي تأتي ضمن فن اللغة والنحو. شوف: والسيوطي نسب له ما ليس له، ونحل كتبا كثيرة، وبخاصة في موضوع الكتب الجامعة العدة فنون الذي تكلمنا عنه في النقل من كتاب أو من موقع الإسلام سؤال وجواب. لكن شوف بقى، شوف: ذكر إسماعيل البغدادي، وده توفي 1339 هجري 1920، في إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون. كشف الظنون لمين؟ حاج خليفة. يعني إذن حاج خليفة قد يخطئ، نعم، وهناك من تعقبه في هذا الأمر، فقال: شرح المقامات الطيفية السيوطية لفصيح الدين الحيدري. ولكن عبد الله الجبوري محقق رسالة الطيف بين أن مبعث هذا الوهم خطأ وقع فيه أحد النساخ الذي عنون مخطوط مكتبة الأوقاف ببغداد رقم 12236 بهذه مقامة في الظريف تأليف الإمام جلال الدين السيوطي. وعند فحص الجبوري للنسخة المشار إليها بأنها رسالة الطيف لبهاء الدين الإربلي، والمتوفى 1292 ميلادية 692 هجرية، وليست مقامة السيوطي. إذن يا سادة الكرام، هذه مقامات أصلا لا تثبت له. شوف تاني: وليست مقامة السيوطي كما ذكر. وهذه ما يؤكده نص فهرست مؤلفاته المتعلق بفن الأدب والإنشاء. قال أبو معاوية البيروتي وذكر الدكتور الدروبي مقامات نسبت خطأ للسيوطي، ذاكرا علتها: كتاب في صفة صاحب الذوق السليم ومسلوب الذوق اللئيم. ونشر أحدهم مقامتين بعنوان مقامة الرياحين، وإحداهما غير صحيحة نسبتها للسيوطي. بل شوف تاني: السيوطي نص بصريح العبارة في فهرست مؤلفاته عند حديثه عن مقاماته إن المقامات المجموعة وهي 7 مقامات، المقامات المفردة وهي 30. والسيوطي كان معتدا بعلمه اعتدادا شديدا ومقدرا لقيمة كتبه. يعني هذا الكلام لم يثبت من قريب أو من بعيد، ولم تثبت هذه للإمام السيوطي عليه رحمة الله، فبان أن الأمر كذب. يعني زي ما حضرتك شفت كده، استدرك الرجل على حج خليفة، الدروبي اعترف، وهناك من علقوا على ما كتبه السيوطي فهرست مؤلفاته وقالوا أنه قد اختلفت النسخ، وهناك كتب ليست من كتب السيوطي، وإن المقامات وصلت إلى كم مقامة، والرجل تكلم عن 7 أو 30 مقامة فقط. لكن أنت تريد أن تجمع كل شيء حتى تصحح رأيك وتسفه رأي الآخرين، ماشي؟ ورغم إن ده أثبت إنك كذاب، وأثبت إنك مفتري، وأثبت إنك بتقتطع. اسمه ابن الحمصي، يتكلم عن شيخه، يقول هذه فهرست أسماء الكتب التي ألفها الشيخ العارف بالله شيخ القراء والمحدثين المحقق المدقق سيده جلال الدين بن عبد الرحمن السيوطي. طيب قال فيه: مقامة النساء تسمى رشف الزلال من السحر الحلال، وما اكتفى بذكر الاسم بل يشرح لك ما فيه. قال: في 21 عالما تزوج كل منهم ووصف ليلته موريا بألفاظ فنه. أيضا هناك كتاب لتلميذ آخر من تلاميذ السيوطي ألا وهو الداودي، شمس الدين محمد بن علي الداودي، في الصفحة 178 مقامة النساء يذكر أسماء كتب شيخه تسمى رشف الزلال من السحر الحلال، وهي في 21 عالما تزوج كل واحد منهم ووصف ليلته موريا بألفاظ فنه. هذا مخطوط الكتاب، عرضت لك المطبوع نفسه للداودي، ترجمة الإعلام السيوطي للداودي. الآن أعرض لك من المخطوط، حتى هنا يتكلم شيخنا شيخ الإسلام كذا 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 جلال الدين السيوطي، وهنا بدأ الباب
الرابع في أسماء مصنفاته، وهنا في صفحة 28 من المخطوط ذكر مقامة النساء تسمى رشف الزلال من السحر الحلال في 21 عالما تزوج. شوف، أنا لن أطيل في الرد هنا، لأن أولا أنت لم تأتي بمخطوطات وقارنتها ببعضها البعض. أنت رحت جبت مخطوط من هنا ومخطوط من هنا، ما جبتش نسخ مخطوطات تقارنها ببعضها البعض. ولو سلمت لك بهذا، هذه اسمها وجادة، والوجادة هذه منقطعة ليست مباشرة. والوجادة معلوم في طرق الأخذ وطرق التلقي عند أهل الحديث. شوف بقى ما قال عنها العراقي وما قال عنها السيوطي في الألفية. فأنت لم تثبت شيئا، بالعكس أنت أثبتت أن هذا الكتاب وهذه المقامة ليست للسيوطي. أرجع بقى أسألك، هل السيوطي أحال أحدا عليها؟ ما حصلش، لأن أنا أثبت لك أن كتاب فهرست مؤلفاتي كتاب نحل على الرجل فيه الكثير وتدخل فيه النساخ والمساخ. الأمر الآخر، هل انتقده أحد في زمنه أو بعد زمنه بقليل؟ لم يحدث هذا الكلام، ولم يتكلم أحد في هذه المخطوطة أو هذه المقامة أو هذا الكتاب أو هذه الرسالة اللي هو يعني رشف الزلال في السحر الحلال، لأنها لم تثبت أصلا للرجل ولم تعرف عن الرجل ونحلت عليه. والدروبي قال هذا، لكن أنت مشكلتك أنت عايز تتألى على الله، وتأليت على الله سبحانه وتعالى فأخرجت الرجل خارج نطاق المغفرة. ذكرتنا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المروي في صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، وأن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك. هذا جزاء من يتألى على الله سبحانه وتعالى. تمام؟ وهنا خلاص فيه دلالة لمذهب أهل السنة في غفران الذنوب بلا توبة إذا شاء الله عز وجل غفرانها. هناك رواية أخرى عن أبي هريرة كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، دي رواية يعني كل واحد منهم له قصد غير الآخر، وفي رواية متآخيين أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول أقصر، فوجده يوما على الذنب فقال له أقصر يعني أترك هذا الذنب، فقال خلني وربي أبعثت علي رقيبا؟ فقال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة، فقبض أرواحهما، يعني أمر الله ملك الموت بقبض أرواحهما، فاجتمع عند رب العالمين فقال لهذا المجتهد كنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت يعني أهلكت دنياه وأخرى، وأسأل الله أن تكون أوبقت دنياك وأخراك، لأنك في كل يوم تزيد بصيرتي فيك، وما ازددت فيك يا سليمان إلا بصيرة. يا المنجي يا حداد اتق الله، تتألى على الله وتخرج الرجل من دائرة المغفرة وتدخله إلى النار وإنت واضع رجل على رجل. أنت إله، أنت رب، أنت نبي، أنت رسول، ما هم قالوا عنك إنك أنت رسول. تمام؟ وهل يكب الناس على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ تكلمت كلمة كبيرة والله الموعد وإلى الله المشتكى منك. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عنا وألزمنا كلمة التقوى واجعلنا أهلها يا رب العالمين، وانصر الإسلام وأعز المسلمين في القطاع وفي كل مكان يا رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.